بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. كل سنة وانتم طيبين. هنحضر مع بعض النهاردة الزبادي بالفراولة والزبادي السادة بأنجح وأجمل طريقة، وإن شاء الله هتعتمديها في الزبادي وبتديني نتيجة هايلة، لأنها بتبقى موفرة جدا جدا، بتديني قوام متماسك مظبوط وطعم مميز جدا، وطبعا بدون ماكينة وناجحة من أول مرة. بس هنتابع الفيديو للآخر وما ننساش اللايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي هيكون ليا الشرف إنكم تشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا. طبعا هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهنخش الفيديو بتاعنا على طول. عندي هنا 3 كيلو لبن يا جماعة، 3 كيلو لبن جاموسي. انت استخدمي الكمية اللي انت عايزاها، اذا كان كيلو او 2 كيلو حسب الكمية اللي انت حابة تعمليها على حسب عدد افراد اسرتك. طبعا فضيتهم في الحلة بتاعتي وهبدأ اخدهم ارفعهم على النار على طول. وطبعًا بتبقى نار عالية في الأول، أول ما تحطّي اللبن على نار تبقى النار عالية في الأول. وطبعًا لازم تتابعي اللبن طول ما هو على البوتاجاز علشان اللبن ما يفورش منِّك، فالوش بتاعه يروح ويفور. طبعًا كمية اللبن هتروح منِّك خالص. أي لبن يا جماعة بتفوّريه أو بتغليه لازم تُقفي جنبه، لازم تُقفي جنبه. بعد ما يسخن كويس كده في الأول هابدأ أوطّي النار عليه، وبعدين أهدّي عليه النار لحد ما يفور معايا. ولمّا يفور كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، طبعًا هاطفي وأتركه يهدى أو يبرد. طبعًا مش عايزاه بارد على الآخر، أنا عايزاه دافي بسّي. وطبعًا كده بعد ما اللبن بقى دافي، هاخد نُص الكمية بتاعة اللبن اللي أنا فوّرتها، وهاترك النُص التاني عشان هنعمل الزبادي السادة في الأول، وبعدين هنعمل الزبادي بالفراولة. فأنا خدت نُص الكمية الأول، وبعدين هاورّيكم الخطوة اللي بعد كده إيه. هابدأ إن أنا أجيب الخلاط بتاعي، وهاجيب علبة زبادي سادة يا جماعة علشان دي الخميرة بتاعة الزبادي بتاعي النهاردة. وهانزل بعلبة الزبادي اللي هي وزنها 75 جرام، تمام مع بعض. أنزل بيها في الخلاط، وهابدأ أنزل كمان بمعلقة سكر، ودي حسب ما أنتِ ما تحبي. الزبادي السادة ممكن ما تحطّلوش سكر خالص، بس أنا باحب أحط له معلقة بتخلّي طعمه حلو جدًا. وهانزل بكبشتين أو 3 لبن، وهاخدهم على الخلاط وهاضرب كل ده. طبعًا ممكن تلمّي وش اللبن لو عمل وش وتضربيه في السادة مع الزبادي السادة. وطبعًا بعد ما ضربتهم في الخلاط كويس أوي، هابدأ أنزل بيهم على اللبن وأقلّب كويس عشان الزبادي يندمج مع اللبن كويس أوي، لإن الزبادي ده بيبقى خميرة بتحوّل اللبن ده لزبادي يا جماعة. هي الزبادي خميرة للبن، تمام. وبعدين هانزل بالكمية بتاعتي اللي أنا ضربتها ديّة في قلب الكوبايات بتاعتي أو الطواجن بتاعتي الصغيّرة اللي أنتم شايفينها دي. أي حاجة عندكم أنتم هتحطّي فيها، ماشي. بعد ما بدأت أنزّل الكمية بتاعتي وأصُبّها في الكوبايات بتاعتي، هابدأ إن أنا أحضّر الزبادي اللي هو بالفراولة. وطبعًا هنا الزبادي أو اللبن هنا يا جماعة اللي أنا عملته ده كان دافي، كان ما زال دافي. هابدأ إن أنا أجيب بقية كمية اللبن وأحضّر زبادي الفراولة. الزبادي سهل جدًا، مش محتاج افتكاسات ولا أي حاجة يا جماعة، وما شاء الله بيدّيكِ نتيجة هايلة جدًا. هابدأ برضه أجيب الخلاط بتاعي، ممكن تضربي في كَبّة، ممكن تضربي بالهاند بلندر، أي حاجة متوفّرة عندِك. ممكن تضربي بالمضرب اليدوي، بس تضربيهم كويس أوي. أنزل برضه بعلبة زبادي فراولة في الخلاط بتاعي، وأنزل برضه بمعلقتين سُكّر كبار. طبعًا السُكّر مع زبادي الفراولة بالذات يا جماعة بيدّي له طعم حلو جدًا، تمام. بعد ما نزلت بمعلقتين سُكّر، هابدأ معايا كيس كريم شانتيه، وممكن تحطّي كريم شانتيه بودرة، وممكن تحطّي آيس كريم برضه يكون بطعم الفراولة بودرة برضه. حطّيت معلقتين كبار برضه. هابدأ أنزل بكبشتين أو 3 لبن برضه، وهاخدهم على الخلاط واضربهم كويس أوي، تمام مع بعض، تمام مع بعض. طبعًا ضربتهم في الخلاط، وهابدأ أجيب كمية اللبن بتاعتي وأنزل بيهم وأقلّبهم كويس برضه علشان خاطر يندمج مع اللبن كويس أوي. بعد ما قلّبتهم كويس أوي، هابدأ أصُب الزبادي بتاعي برضه في الكوبايات أو الطواجن الصغيّرة ديّة بتاعة الزبادي، لازم تقلّبيهم كويس أوي. هنصُب الزبادي بتاعنا بقى
طبعًا يا جماعة أنتِ ينفع تستخدمي أي نوع لبن أنتِ عايزاه، ممكن لو عندِك لبن في الفريزر استخدميه بس هتخرّجيه الأول يفُك شوية وبعدين تفوّريه على النار، لو لبن برضه مُعلّب ينفع معاكِ وهيبقى في منتهى الجمال، بس لازم تغليه، مش هتقولي لبن مُعلّب فمش هاغليه، لأ الزبادي لازم يتغلي له اللبن بتاعه، لازم يتغلي كويس أوي، تمام، تمام مع بعض. بدأت إن أنا خلاص على وشك إن أنا أخلّص كمية زبادي الفراولة، أنا باكتّر منّه شوية لإن عيالي بيحبوه جدًا وبيبقى فعلًا طعمه جميل جدًا، بدأت أصُب أهوّة في الكوبايات وطبعًا هاتبقى معايا شوية، عندي طاجن برضه صغير هاحُط الكمية الباقية فيه، في الطاجن اللي فاضل عندي، تمام، تمام مع بعض. طبعًا بعد ما أخلّص هابدأ أجيب صينية ألمونيا يا جماعة مربّعة أو أي صينية ألمونيا متوفّرة عندِك، هتبدئي ترُصّي فيها الكوبايات والطواجن الصغيرة بتاعتِك دي، أو أبدأ أرصهم في الصينية، وطبعًا وأنا بارُص في الصينية كده يا جماعة الكوبايات بتاعتي أو الطواجن، ابدئي سخّني حبّة مَيّة علشان خاطر هنحطهم في الصينية مع الزبادي، تمام، تمام مع بعض. رصيت الكوبايات بتاعتي وحاولي تخلّي المَيّة لمّا تحطيها دافية ما تطلعش فوق أوي علشان ما توصلش للزبادي، تمام يا جماعة مع بعض، تمام مع بعض. رصيت الكمية بتاعتي أهوّة، وهابدأ أنزل بالمَيّة السخنة بتاعتي، المَيّة لا هي سخنة أوي ولا هي دافية أوي يا جماعة، يعني إيدي تقدر تستحملها. أنا هاوريكم دلوقتي إن أنا باحط إيدي فيها برضه وقادرة إن أنا أستحملها، المَيّة بتبقى دافية، تمام، وهابدأ أغطي بstretch wrap أو ورق الألمونيوم أو يعني بُصّي أو حُطّي صينية تانية قد الصينية على وش الصينية ديّة، المهم إن إحنا هنعمل عملية تخمير للزبادي، فلازم إن هو يتغطّى كويس أوي، فأنا هاشِد stretch wrap على وش الصينية بتاعتي وعلى وش الزبادي بتاعي، تمام، تمام مع بعض. طبعًا هاسخّن الفرن وأنا باشِد الstretch كده يا جماعة لمدة 5 دقايق بالضبط، هت هتولّعي فرن البوتاجاز 5 دقايق أو تعدّي من 1 ل10 وتولّعي الفرن، وبعدين تطفيه، يعني أنتِ هتعدّي من 1 ل10 أول ما تقيدي الفرن وبعدين تطفيه، وأحُط الزبادي فيه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهيفضل معايا 12 ساعة لإن أنا عاملاه من بالليل عفوًا وباخرّجه الصبح، طبعًا بعد ما خرج عفوًا يا جماعة، بعد ما خلّصته وخرج كده بعد 12 ساعة، هاشيله من الصينية خالص وأفضّي المَيّة وهارجع أحطه في الصينية تاني عشان أدخّله التلاجة حوالي 6 ساعات، تمام، تمام مع بعض. طبعًا أنا شيلته من الصينية خالص عشان المَيّة خلاص كده هي مَيّة بردت أصلًا، هابدأ أفضّيها وأبدأ أرجّع كل ده في الصينية تاني وأشِد عليه stretch wrap تاني وأدخّله التلاجة لمدة حوالي 6 ساعات أو آخر النهار ممكن تخرّجيه، تمام، تمام مع بعض. طبعًا أنتِ بتدخّليه التلاجة ما شاء الله هيخرج دلوقتي متماسك، شكله جميل جدًا، قوامه مضبوط جدًا، وطعمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هتلاقيه مميز جدًا، جدًا. وطبعًا أنتِ لو هتعمليه للسحور على طول في رمضان، اتركي كوباية من دي علشان تخلّيها خميرة، تبقي تاخدي منها معلقتين لو هتعملي زبادي فراولة أو زبادي سادة. كده هادخّله التلاجة بقى وهاخرّجه وهتشوفوا شكله دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده شكله النهائي يا جماعة، زبادي متماسك، قوامه ما شاء الله مضبوط جدًا، جدًا، وطعمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ما تنسوش تصلّوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.